السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول وقوله الحق: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. حول هذه الآية وما يدور في مفرداتها ومعناها نقف إن شاء الله تعالى بين صلاتين وفريضتين عظيمتين، هما صلاة المغرب وصلاة العشاء، في مسجد هو بيت من بيوت الله يحمل اسم ملك كان وما يزال حبيبا على قلوبنا جليلا في أعيننا، كتب الله على يديه الكثير من الخير لشعبه وأمته وللإنسانية جمعاء، فنسأل الله عز وجل أن يجعل جسده مكرما في الأراضين وروحه مكرمة في عليين، وأن يبارك له في خلفه من بعده، في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفي أبناء الملك عبد الله جميعا بلا استثناء، وأن يجزيهم خيرا على برهم لوالدهم وقيامهم بالخير من بعده. فهذا المسجد تبع بحمد الله وفضله لمؤسسة الملك عبد الله العالمية للخدمات الإنسانية، وهذا فضل من الله كبير، نسأل الله أن يتمه وأن ينفع به البلاد والعباد وأن يجعله سببا في هداية خلقه. ثم إننا نقول: القرآن أعظم واعظ، ومن من الله عليه وكان في قلبه القرآن مع فقهه وتدبره وفهمه وإدراك آياته فهو على خير عظيم وموئل كريم وعطاء جليل من ربه. القرآن يقرأ ويتلى، فإما عياذا بالله حاشاكم وعافانا الله وإياكم من ذلك لا يجاوز التراقي، ومعنى لا يجاوز التراقي أنه يبقى في اللسان ولا ينزل أثره على القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذم الخوارج قال: يقرؤون القرآن رطبا، أي كثير القراءة له، ثم قال: لا يجاوز تراقيهم. والتراقي وإن كانت جمعا إلا أن هذا من أسلوب العرب في كلامها، وإلا لا يوجد للإنسان إلا ترقوتان عن يمينه وشماله، لكن العرب بعض المثنى تجمعه، فنزل القرآن بلغتهم، والمعنى أنهم يقرؤون القرآن لكنه لا ينزل أثره على قلوبهم، فترى فيهم من الجرأة على البلاد والعباد والناس من التكفير والقتل وسفك الدماء وما أدرى بذلك، أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. لكن القرآن والإيمان إذا خالطت بشاشتهما القلوب كان العبد برحمة الله وفضله عبدا صالحا. فالله قال عن كلامه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس. وقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال غير ذلك جل وعلا في كتابه: لكن أعظم الآيات ذكرا للقرآن في القرآن قول الله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. فلو لم يكن لله حجة على خلقه إلا هذا القرآن لكفاهم. فإذا أراد الله أن يرحم عبدا ويوفقه جعله يحفظ ما تيسر من القرآن ولو كان يسيرا، ثم من الله عليه بفقه وتدبره والعمل به، ثم رزقه أن يقوم به في الليل. قال الله: وقوموا لله قانتين. قال ابن عمر: لا أعلم القنوت إلا
طول القراءة في الصلاة. نفيء الآن إلى تفسير الآية وما جاء في مفرداتها كما بينا في مقدمتنا. قال رب العزة: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. المخاطب بالآية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يوم أحد. والعرب في كلامها في أسلوبها تأتي للوقائع فتسميها أيام، وبهذا نزل القرآن في مواطن كثيرة. ويوم حنين فسمى الله وقعة حنين، معركة حنين، سماها يوم. وقلنا القرآن نزل بلغة العرب، فالعرب تسمي الوقائع أيام. فالله عز وجل يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وهذا الذي عرفته العرب عرفته منذ القدم، منذ الجاهلية. وقد كان الحارث بن عباد قد تجنب حرب بني وائل بكر وتغلب ولم يشارك فيها، ثم أرسل ابنه شفيعا عند مهلهل ربيعة، لكن مهلهلا قتل ابن الحارث بن عباد. فلما قتل ابن الحارث بن عباد ورجع الخبر إلى الحارث وأخبر، ظن أن ابنه أصبح كفءا في الفريقين، أي أن الحرب ستنتهي، لكنه أخبر بقول فظ قاله مهلهل ربيعة لابن الحارث بن عباد: بؤ بشسع نعل كليب. فأغاض ذلك الحارث وجمع بكرا، وكانت تغلب دوما تنتصر على بكر، فجمع الحارث بن عباد بكرا وأمرهم أن يحاربوا بقيادته تغلبا قوم مهلهل. ثم قال لهم: خذوا معكم النساء، فإذا جرح الرجل منا جئنا النساء فداوينه وأسقينه وأطعمنه. قلنا له: كيف يعرف نساؤنا قتلانا وأسرانا وجرحانا من غيرهم؟ قال: احلقوا رؤوسكم. فحلقت بكر كلها إلا رجلا واحدا رؤوسهم، فسمي ذلك اليوم الذي انتصرت فيه بكر على تغلب بيوم تحلاق اللمم. قال طرفة بن العبد البكري: سائلوا عنا الذي يعرفنا بقوانا يوم تحلاق اللمم، يوم تبدي البيض عن أسوقها وتلف الخيل أعراج النعم. والمقصود إثبات أن العرب كانت تعرف الوقائع بالأيام، فعرفت يوم تحلاق اللمم وعرفت غيره. فالله عز وجل أصاب المسلمين كرب عظيم يوم أحد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم شج رأسه وجرحت رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف وهو عند الله. فأصاب المسلمين قرح عظيم وحزنوا، فأنزل الله عز وجل قوله تسلية لهم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم، أي قريش، قرح مثله، أي يوم بدر. ولهذا انظر إلى تعبير القرآن: إن يمسسكم فعل مضارع، لأن يوم أحد كان قريبا، فقد مس فعل ماضي، لأن يوم بدر كانت بعيدة بالنسبة ليوم أحد. فقال الله: إن يمسسكم قرح، أي جرح وعلم وحزن، فقد مس القوم قرح مثله. ثم قال الله: وهذا من سنن الله التي لا تتبدل، وتلك الأيام نداولها بين الناس. المسلم مثلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله يتأدب بأدب القرآن. كيف يتأدب بأدب القرآن؟ عندما تتحدث عن معركة انتصر فيها المسلمون قل انتصر المسلمون، لأن الله يقول: وما النصر إلا من عند الله. لكن إذا كان غير ذلك لا تقل هزم المسلمون، قل دال الأمر على المسلمين بتعبير القرآن. الله قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي دال الأمر لقريش عليكم. وليس في القرآن أن المسلم يهزم أو يغلب، لا يمكن. الله عز وجل قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يتعزى الإنسان في زمننا هذا، نحن نرى بعين باكية وقلب آس ما يقع للمسلمين في الأنبار، في الفلوجة، في قرى الشام، في كثير من أصقاع الأرض. لكن ما عزاؤنا؟ إن الأمة نهضت
وقد دمي نبيها وجرح، وجرح النبي والدم ينزل منه أعظم من كل مصاب، على عظيم المصاب الذي في الأمة اليوم. لكن الأمة نهضت وقامت واستوت على سوقها، وكانت العاقبة للمتقين بعد أن جرح نبيها وسال الدم على وجهه، فأخذ يقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء. الأمر كله لمن؟ الأمر كله لله. الله عز وجل يدبر الأمور في الملكوت الأعلى، وإلا ليس في الأرض إلا ما يقع إلا ما يريده الله. إن ربك فعال لما يريد، لكن الله يبتلي يختبر. ولو لم يداول الله عز وجل الأيام بين الناس لفتن المسلمون. إذا كانوا في كل معركة يغلبون لدخل في دين الله من لا يريده، خوفا من القتل، خوفا من الموت، يقول: هؤلاء لا يغلبون، فأنا معهم لا عن قناعة لا عن ديانة، لكن حتى لا أهزم. فلذلك جعل الله عز وجل حروب الأنبياء سجال. قال هرقل لأبي سفيان لما سأله هرقل: كيف الحرب بينك وبينه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال. فقال هرقل بعد ذلك معقبا: وكذلك حروب الأنبياء تكون سجالا ثم تكون العاقبة لهم. وقد جعل الله عز وجل العاقبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا ممن كانوا في أحد عليه أسلموا وآمنوا به. ثم إنه صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا عليه بفتح مكة. قال الله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ليس قول الله عز وجل فقد مس القوم قرح مثله جوابا للشرط، وإن كان ظاهره ذلك، لأن الجملة الشرطية يكون جوابها مسبوقا بالفاء، لكن هذا تعليل وتأكيد لجواب شرط محذوف، والتقدير: إن يمسسكم قرح فلا تهنوا لا تحزنوا لا تخافوا فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليتخذ منكم شهداء وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. هذا ما وقع يوم أحد، وأحد جبل في الشمال الشرقي من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام قال عن أحد: جبل يحبنا ونحبه. اجتمع في أحد أمران: اسمه أحد من الوحدانية، وهيئته متفرد عن الجبال ليس مقاربا لغيره، فلما كان فيه ما يذكر بالله أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أحد جبل يحبنا ونحبه، لأن إقامة توحيد الله في الأرض هي الغاية العظمى والكبرى من خلق الثقلين ومن بعثة الرسل وإنزال الكتب. نأتي الآن أيها المباركون لمفردة يوم في كلام الله بعد هذا الإجمال على قول الكبير المتعال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال الله عز وجل في سورة إبراهيم عن نبيه وكليمه موسى بن عمران: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اختلف العلماء اختلافا يسيرا في مفهوم المراد بأيام الله، والصواب عندي والعلم عند الله أن المقصود أيام الله هنا المقصود بها ما كان من نعم وما كان من دفع نقم. وأيام الله عز وجل في بني إسرائيل أعظمها وأجلها نجاتهم من فرعون، اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من بني إسرائيل. قال الله: أن أسري بعبادي إنكم متبعون. لما قال الله جل وعلا لموسى بعبادي، هذه الإضافة إضافة تشريف، فلما أضافهم الله إليه إلى ذاته العلية، أضاف بني إسرائيل إليه، علم قطعا أن الله ما أضافهم إلا لينجيهم، ما أضافهم إلا لينجيهم، فإن الله لا يخذل أولياءه. إنكم متبعون. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام سحرا قبيل الفجر ببني إسرائيل
جعل الشام عليه السلام عن يساره، وجعل البحر أمامه وأقبل على البحر. لما أقبل على البحر هذا ليس حال من يريد أن يخرج، لأن لا سفن معه لا مراكب معه، فصنيعه في ظاهره ليس حال من يريد أن ينجو، فجعل الشام عن يساره ويمم البحر، يعني بمعنى أخذ شرقا بالنسبة لمصر. فقال له أعيان بني إسرائيل، الملأ الرجال من حوله: ليس هذا بطريق. قال نبي الله: بهذا أمرت. هذه الكلمة عليها قوام أمور عظيمة. قال: بهذا أمرت. الإنسان أي أحد منا له آمال، له رغائب، يأتيه الشيطان وهو في طريقه إلى رغباته وآماله فيسول له طريقا توصله يراه قريبا، لكنها تمر على معصية الله، وما يكون بطاعة الله يراه بنو آدم بعيدا، فيأتيه الشيطان لأنه يحب الأمل، يحب القرب، يحب الفوز، يحب أن ينجز، فيأتيه بطرائقه التي بها يعصي الله ويترك طاعة الله ليحقق أمله بمعصية الله. وما عند الله لا يمكن أن ينال بمعصيته، ما عند الله لا يمكن أن ينال بمعصيته. نعم، قد ينال الإنسان من الدنيا ما ينال، لكن الوعد الإلهي الرباني لا ينال إلا بطاعة الله. هذا مرتب على هذا، وهذا أمر لا يحتاج إلى تفصيل، لأن آمال الناس ورغائبهم ومطالبهم تختلف من شخص إلى آخر، من رجل إلى امرأة، من أمير إلى مأمور، من غني إلى فقير، من زيد إلى عمرو، كل الناس تختلف رغائبهم، لكن المقصود تعظيم شرع الله، كما قال نبي الله لقومه: بهذا أمرت. فلما يمم شرقا وأقبل عليه السلام على البحر يراه عيانا ورآه بنو إسرائيل، فرعون لما أصبح أخبر فجمع جنوده أضعاف بني إسرائيل وتبعهم على فرس له حتى بلغ قريبا منهم، فإذ موسى ومن معه يعاينون البحر شرقا وفرعون وجنده وراءهم غربا. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، لا مراكب ولا سفن، كيف يتجاوز أكثر من 100,000 البحر وفرعون أقبل؟ فهذا معنى إنا لمدركون، أي من قبل فرعون. قال الكريم عليه السلام: قال: كلا، أي لن ندرك. لما لن ندرك؟ قال: إن معي ربي سيهدين، سيدلني على الطريق التي أنجو بها. أمر الله الكريم موسى أن يضرب بعصاه البحر. هذه العصا مجرد سبب، وإلا الذي نجى موسى الحي الذي لا رب غيره ولا إله سواه. فضرب موسى البحر بعصاه فانفلق، أي البحر، لأن البحر على ما فيه من قوة يبقى مخلوقا وله خالق، ولا خالق له إلا الله، يأتمر بأمر ربه، أيا كانت عظمته، أيا كانت أمواجه، يبقى مخلوقا. فضرب موسى البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، 12 فرقا على عدد أصباط بني إسرائيل، فعبروا حتى بلغوا الشق الآخر، فاطمأن فرعون أن البحر لن يعود، ولم يعزم على أن يعبر البحر. فلما لم يعزم في أول الأمر ونجا موسى، أراد موسى أن يضرب البحر بعصاه مرة أخرى ليعود بحرا، حتى يحول البحر بمائه بين فرعون وبين بني إسرائيل. فأمر الله الكريم أن يبقي البحر على حاله. قال الله بكتابه العظيم: واترك البحر رهوا ساكنا إنهم جند مغرقون. كيف يغرقون والأرض يبس؟ لكن ينتهي علم موسى عند هذا الحد، فانتهى علم موسى وشأن موسى وقدرة موسى عند هذا الحد، وبقي موسى وبنو إسرائيل يركبون. فأغري فرعون بقدر الله، أدخل الله في قلبه الرغبة أن ينتصر، زين له ذلك الأمر فعبر هو وجنده حتى اكتمل آخر جنده. أمر الخالق العظيم والرب الكريم البحر أن يعود بحرا،
فأغرق فرعون، وبنو إسرائيل ينظرون فأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذا من أيام الله العظام على هذا النبي الكريم وعلى بني إسرائيل، مندرجة في قول الله وذكرهم بأيام الله. قد سبق ذلك اليوم ما عرف بيوم الزينة، فإن موسى عليه السلام لما دخل على فرعون ودعاه إلى التوحيد وأبى قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به، فألقى العصا فإذا هي ثعبان، وضع يده في جيبه عليه السلام. كان موسى عليه السلام كأنه من رجال شنوءة، أي فيه ميل إلى السمرة، ثم أدخل يده في جيبه أخرجها بيضاء من غير سوء. فزين فرعون هذا الصنيع لقومه والملأ من حوله على أنه سحر، وجمع السحرة. قال الله عز وجل قال موعدكم يوم الزينة، كان أحد أيام أعيادهم يجتمعون فيه، وأن يحشر الناس ضحى. فحشر الناس، قال العلماء دين الله لا خفاء فيه، دين الله لا يعلم في السراديب ولا في الأقبية ولا في الأماكن المظلمة، دين الله يقال على ملأ. كذلك كان أنبياء الله عز وجل يدعون. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. جمع فرعون السحرة وحضر الناس، ألقى السحرة ما بأيديهم من حبال وعصي، وهي في الأرض نفسها لم تكن إلا حبالا وعصيا. لا يستطيع السحرة أن يجعلوها غير أن تكون حبالا وعصيا، لكن السحرة أعطوا قدرة على أن يسحروا الأعين لا على أن يغيروا الحقائق، فسحروا أعين الناس. الله يقول فسحروا أعين الناس واسترهبوهم حتى كليم الله على علو كعبه عليه السلام سحروا عينه. ربنا يقول يخيل إليه إلى من؟ إلى موسى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهي لا تسعى في الحقيقة أبدا. فألقى موسى عصاه. لم يقف الأمر على أن عصا موسى أصبح الناس يرونها حية بجوار حبال وعصي قوم فرعون من السحرة ممن معه، وتمشي معهم وتكبرهم حجما، بل إن عصا موسى انقلبت حية حقيقة، ثم أخذت تلقف تلك الحبال والعصي التي يلقاها السحرة. قال الله فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فآمن السحرة. قال أهل العلم مكث موسى عليه السلام يدعو فرعون 40 سنة ولم يؤمن، ومات على الكفر. والسحرة دعاهم موسى في ضحى يوم واحد فآمنوا. وهذا يبين لك بجلاء أن الهداية بيد رب الأرض والسماء. وأعظم ما أعطاك الله وأعطانا ولله الحمد والمنة هي الهداية إليه، نعمة الإسلام. فلا شيء بين جوانحنا بين صدورنا نخاف عليه أن يسلب أعظم من الإيمان. ولهذا تقول أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت ما أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البيت، قالت كان يكثر أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والإنسان كلما عظم دعاؤه وإلحاحه على ربه أن يختم له بخير وصدق مع ربه فإن الله يصدقه ويختم له بخير، وهو من أعظم مطالب الصالحين وغايات أولياء الله المقربين، جعلنا الله وإياكم منهم. فهذان يومان عظيمان وقع لنبي الله موسى يوم أن نجاه الله من بني إسرائيل، واليوم الأول يوم أن أظهر الله عظيم سلطان هذا النبي الكريم فآمن السحرة وكفر فرعون. ذكر الله عز وجل الأيام في خبر نبيين كريمين، عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا في سورة مريم. فإن الله عز وجل قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة
وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال سفيان رحمه الله: الإنسان أوحش ما يكون في 3 مواضع: يوم يولد لأنه يفارق مستقرا كان فيه، ويوم يموت لأنه يعاين عند موته أقواما لم يألفهم من قبل وهم الملائكة، وعندما يحشر ويبعث لأنه يرى هول المحشر. فهذه ال3 أوحش ما يكون فيها بنو آدم. ولهذا قال الله عز وجل في حق يحيى وفي حق عيسى، وقال في حق يحيى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال كذلك في حق عيسى: والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أما يحيى بن زكريا فقد مات صغيرا لم يعمر، وهو ابن زكريا عليه السلام، أي أنه نبي الله ابن نبي الله. والله لما أثنى عليه قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم أي الفهم والعلم صبيا. ثم قال: وحنانا. الحنان المحبة المقرونة بالشفقة والميل، الحنان المحبة المقرونة بالشفقة والميل. ولما قال العلي الكبير: وحنانا من لدنا، دل على أن هذا شيء اختص الله به يحيى زائدا على غيره. والحنان يكون في الرجال ويكون في النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نساء قريش: قال: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على يتيم في صغره وارعاه على زوج في ذات يده. يقول العلماء من الشراح وغيرهم، يقولون إن المرأة إذا كان زوجها حيا موجودا وكانت ترعى ذات يده، أي ترقب ماله لا تكلفه ما لا يطيق، فهذا من الكمال في المرأة. وإذا كان زوجها قد توفي مات عنها ثم ترك لها صبية صغارا فأبت أن تتزوج شفقة وحنانا على هؤلاء اليتامى الذين في حجرها، دل ذلك على كمالها. بل قال بعضهم، وإن كان في قوله نظر، قال: إن المرأة إذا تزوجت ولديها أيتام صغار فهذه ليست بحانية. هو لا يقصد أن ينفي الحنان عنها، لكن يقصد أن ينفي كمال بلوغ الحنان عنها. لكن الأمر في نظري يحتاج إلى تفصيل. فإذا غلب على ظن المرأة أنها لو تزوجت رجلا تعرف فيه أنه سيكون ذا قدرة على أن يقوم بحق هؤلاء الأيتام، فلا يمكن أن نقول أو أن نسلبها وصف الحنان. وإما إن كان غلب على ظنها أنها تريد أن تعيش هي ما تبقى من عمرها غير معنية بأولادها واليتامى الصغار في حجرها، فهذا يمكن أن يقبل فيه قول الشراح إنها ليست بحنان. واستنبط العلماء من هذه الآيات في سورة مريم وما قاله الله عز وجل في سورة النساء أن الإنسان إذا كان بارا بوالديه فإن هذا ينفي عنه الشقاء والجبروت، لأن الله قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كما أن إساءة الإنسان، عافانا الله وإياكم، كما أن إساءة الإنسان لمن تحت يده، لعماله، لأجرائه، لموظفيه، لمن يعمل تحت يده، إذا كان يبخسهم حقهم ويكثر من السباب والشتام بهم ويسلبهم ما الله عز وجل أوجبه لهم، فإن هذا من دلالة الاختيال والافتخار المحرم شرعا. قال الله عز وجل في سورة النساء: وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهم منها أجلة من العلماء على أن الافتخار والاختيال مقرونا عياذا بالله بالإساءة إلى من تحت يدك. فإن جنبك الله أن تظلم وأن تسيء إلى من تحت يدك فإن هذا ينفي عنك إن شاء الله ما ذمه الله عز وجل في كتابه
من الاختيال والمفاخرة. والمراد ما ذكره الله عز وجل في هذه السورة المباركة في خبر نبي الله عز وجل يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. ذكرنا أن موسى عليه السلام كان يميل إلى السمرة، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال عن عيسى بن مريم: وأشبه رجل رأيته يشبهه عروة بن مسعود. وعروة بن مسعود صحابي من أهل الطائف، عروة بن مسعود الثقفي، وكان الثقيف تحبه وتجله ولا ترد له رأي. فلما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف رأى في المنام أنه أوتي له بقدح فيه لبن ثم سكب، فسأل النبي عليه السلام أبا بكر عنها، فقال: يا رسول الله، ما أظنك أنك تنال منهم شيئا، أي لا تفتح لك الطائف. فيروى أن النبي عليه السلام قال لأبي بكر كذلك فسرها الملك، فرجع صلى الله عليه وسلم دون أن يدخل الطائف. عروة بن مسعود قذف الله في قلبه الإيمان فتبع النبي قبل أن يصل إلى المدينة وأسلم وبايع، ثم قال: يا رسول الله، إني أريد أن أعود إلى ثقيف فأدعوهم إلى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل فإنهم يقتلونك. قال: يا رسول الله، إني أحب إليهم من أبصارهم، أي عشت بينهم وأعرف جلالة قدري عندهم. وعاد إلى الطائف. فلما عاد إلى الطائف ودعاهم إلى الإسلام ذمته ثقيف وتغيروا عليه. فلما كان في اليوم التالي صعد غرفة في سطح منزله وأخذ يؤذن، فبالأمس كانوا يعظمونه فرموه بالنبل وبالسهام حتى أصابه نبل سهم في مقتل، ثم مات ودفن بقرب الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا قبل أن يعود النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. نال الشهادة ومات بجوارهم. وهذا استطراد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن عيسى بن مريم يشبه عروة بن مسعود. أعطى الله عيسى بن مريم القدرة على إحياء الموتى وعلى أن يبرأ على يديه المريض بإذن الله. فرأته امرأة وهو يصنع هذا، يمسح على الأعمى فيبصر، يؤتى له بالرجل المريض فيمسح عليه فيبصر. فقالت المرأة له: طوبى لأم حملتك ولثدي أرضعك، تثني على عيسى. فقال عليه السلام مجيبا لها: بل طوبى لمن تلا كلام الله ثم اتبع ما فيه ولم يكن جبارا شقيا. بل طوبى لمن تلا كلام الله واتبع ما فيه ولم يكن جبارا شقيا. والإنسان يتلمس مثل هذا الهدي ويقترب منه ويدنو ويسأل الله عز وجل أن يرزقه إياه، لأن الله لما ذكر أنبياءه ورسله في القرآن قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالمؤمن عندما يخبر بمثل هذا يقتدي بأخبار الصالحين وأولياء الله المقربين، ولا أحد أعظم من الأنبياء والرسل حتى يكون قريبا منهم. ذكر الله عز وجل من الأيام في كلامه العظيم اليوم الآخر. وأنت إذا نظرت وتأملت في كلام الله تبين لك أن يوم القيامة يوم واحد لكنه ممتد ويحدث فيه أحداث عظام، فبكل حدث يقع فيه يسميه الله، فسماه الله اليوم الآخر لأنه لا يوم من جنسه مثله ولا بعده، لا يقع بعده يوم يفي أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. وسماه الله عز وجل قال: لينذر يوم التلاق، يلتقي فيه الأولون بالآخرين، الآباء بالأبناء، الظالم بالمظلوم، يلتقي فيه الإنسان بعمله، ويلتقي فيه المخلوقون بربهم جل وعلا بخالقهم. فلهذا سماه الله عز وجل يوم التلاق، وسماه يوم التناد. قال الله عز وجل في حق مؤمن آل فرعون: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد
ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. لما سمي يوم التناد؟ للعلماء فيها أقوال، فقال بعض العلماء إن الناس إذا حشروا ورأوا هول المطلع ورأوا أهوال القيامة فطريا يفرون، فأخذوا كلمة التناد من ند البعير إذا شرد. أخذ بعض العلماء هذا المعنى من الجذر اللغوي لند، وقالوا ولهذا قال الله عز وجل والملك على أرجائها حتى لا يخرج الناس، فيجمعون الناس إلى يوم المحشر، وهذا قال به بعض الفضلاء وهو عندي بعيد. وقال بعض العلماء يوم التناد لما يكثر فيه من النداءات، والله خلد في القرآن بعض تلك النداءات، فنداء أهل الجنة لأهل النار خلده القرآن، نداء الله عز وجل في ذلك الموقف العظيم لأهل الموقف، نداء الملائكة للمؤمنين، نداء الملائكة للكافرين، كل ذلك وقع ويقع يوم القيامة. ولهذا قال البغوي رحمه الله في تفسيره والأصل أن يقال إن يوم التناد لما يقع فيه من هذا كله. وتعقبه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال ما قاله البغوي حسن وهو الحق إن شاء الله. فكل ذلك من أجله سماه الله عز وجل يوم التناد، كما سماه الله عز وجل في كتابه العظيم بيوم الحسرة، لأن النفوس الظالمة الكافرة الفاسقة تقول فيه كما قال الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. كذلك سماه الله عز وجل بيوم الحسرة لما يقع فيه من فزع، والفزع في القرآن أيها المبارك على ضربين: فزع أول أصغر يقع عند الحشر، قال الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فهذه نفخة فزع قيل إنها هي نفخة الصعق وقيل غير ذلك، فإن قيل إنها هي فلا نفخة إلا نفختان، وإن قيل غيرها فالنفخات ثلاث، ولا أستطيع أن أرجح. فهذا الفزع الأول. هناك فزع آخر ذكره الله عز وجل في سورة الأنبياء، قال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. مبعدون عن ماذا؟ عن النار، لا يسمعون حسيسها، وهذا زيادة في الطمأنينة، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ثم قال لا يحزنهم الفزع الأكبر. يبقى السؤال ما الفزع الأكبر الذي يظهر؟ للعلماء فيه أقوال، لكن الذي يظهر الفزع الأكبر عياذا بالله يوم توصد أبواب جهنم على أهلها، لأن الذي فيها لا يستطيع أن يخرج، والذي في الجنة جعلنا الله وإياكم منهم أمن أن لا يدخلها. الذي فيها أي النار يئس أن يخرج منها لأن أبوابها أغلقت، والذي في الجنة أمن أنه لن يساق إلى النار لأن أبوابها أوصدت. هذا أفضل وأحسن ما قيل في معنى قول الله عز وجل لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فهذا ما ذكره الله عز وجل عن هذا اليوم العظيم. وقلنا إن الله سماه يوم التناد، سماه يوم الحسرة، سماه يوم الأحزاب، سماه اليوم الآخر. وذكر الله خليله إبراهيم ودعاءه، وذكر هذا اليوم بوصف آخر قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم ذكر فضل الله عليه من الخلق والهداية والثبات على الدين، ثم قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ثم ختم دعاءه بقوله ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الخزي في الدنيا أجارنا الله وإياكم أن يفضح الإنسان بين من يحبهم ويحبونه،
ويجلهم ويجلونه، فيقع منه عياذا بالله عمل يفضحه الله به. نسأل الله لنا ولكم الستر. فهذا أحد أنواع الخزي في الدنيا، أجرنا الله وإياكم منها. والخزي يوم القيامة في أصله دخول النار، إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ويقع دون ذلك ما يكون على أرض القيامة من خزي. وخليل الله رزقه الله عز وجل قلبا رقيقا محبا لغيره. والإنسان إذا كان في قلبه رحمة على الناس جميعا كان أهلا برحمة الله أن يرحمه الله. لكن الإنسان إذا كان يتوخى برحمته قرابته وأهله وأبناءه فهذا يؤجر، لكن لا يصبح في الكمال الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ليس رحمة أحدكم بمن يعرف، إنما رحمة أحدكم بكل أحد. وهذا من الصفات النبيلة الجليلة التي لا تكون إلا في أفذاذ الرجال، أن يكون الإنسان رحيما بكل أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حتى تتأسى أمته بجانب الرحمة. ذكر الله عز وجل ها هنا في الآيات قال: لا يحزنهم الفزع الأكبر تلقاهم الملائكة. قلنا خليل الله إبراهيم كان فيه شفقة على الخلق، مر على الأصنام فرأى أثرها على العباد فتوسل إلى ربه يقول: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. ثم قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. التقوى أجملها ابن عمر، وهذا له علاقة بإبراهيم، في كلمة عظيمة. قيل له: يا ابن عمر ما التقوى؟ قال: أن لا تظنن أنك خيرا من أحد. يأتي الهلاك لبني آدم إذا غلب على ظنه أنه خير من غيره. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل صلاة وصياما وورعا وتقشفا فلم يعرف أي بوصفه، فبينما هو مع أصحابه إذ دخل الرجل المسجد فقالوا: يا رسول الله هذا الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إن على وجهه سعفة شيطان. ثم قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرجل وقال: أسألك بالله أما حدثت نفسك وأنت تدخل المسجد على أنك خير من جميع من هم فيه؟ قال: نعم. فهذا الهلاك أن يظن الإنسان التقوى فيه والضلالة في غيره، وأن يدخل المسجد أعاذنا الله وإياكم وحاشاكم الله وبرأكم من مثل هذا قولا وعملا واعتقادا، أن يأتي أحدنا إلى المسجد وهو يظن أنه أفضل من فيه، أو يكون في جمع أو في سفر أو في بيت وهو يزكي نفسه حتى يظن أنه خير من ذلك كله. خليل الله يقال له يوم القيامة: ألست خليل الله؟ فيقول: إنما كنت خليل الله من وراء، أي من بعيد. يريد أن يقلل من حق نفسه، هذا هو والله يقول عنه: إن إبراهيم كان أمة. لكن الإنسان إذا كان عالما بنفسه عالما بضعفه يحسن الظن بأولياء الله بعباده. أنت ترى أخاك لكن لا تدري ما له عند الله عز وجل من سرائر، من أعمال ترفع. ليس كل عمل يصنعه أخوك أنت مطلع عليه، ثم لا تدري قبول الله عز وجل لأخيك إلى أي حد، إلى أي مدى. فالإنسان يحتقر نفسه كما قال ابن عمر: التقوى أن لا تظن أنك خير من أحد. فنعود لخليل الله عز وجل لما قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه 3 مرات. وهذه الرقة التي كانت في خليل الله إبراهيم جعلته يقول كما بين الله في خاتمة سورة إبراهيم: قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رزقه الله إسماعيل وسنه 99، ورزقه الله إسحاق وسنه 112 عاما
عليه السلام، فرزق هذين الابنين الكريمين النبيين الجليلين على كبر، فكان يقول في دعائه: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، أي أنني دعوت ربي أن يرزقني فرزقني، لأنه قال قبل ذلك: ربي هب لي من الصالحين. فليس إسماعيل أخا شقيقا لإسحاق، فإسحاق من سارة وإسماعيل من هاجر، وكلاهما نبي الله ابن نبي الله، وأثنى الله عليهما في القرآن: وبشرناه بإسحاق نبيا. وقال الله عن إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. والمراد ما جبل عليه إبراهيم. مع ذلك كله خاف إبراهيم من الخزي يوم القيامة، فقال: يدعو ربه: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فحري بالمؤمن أن يجعل من قلبه مقبلا على الله مزدلفا إليه خائفا وجلا منه، يعظم ما عظمه الله ومن عظمهم الله، ويبتعد وينأى بنفسه عن حرمات الله. ولن تسلم مهما اجتهدت من خطيئة ومعصية، لكن الله قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الآن نعود إلى صدر الآية، وهي قول الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال العلماء: ليس معنى قول الله عز وجل فقد مس القوم قرح مثله إخبار بما نال المسلمين، لكن المراد منه تعزية أهل الإسلام، تعزية الصحابة. وقد جبلت النفوس على أنها إن رأت مصابة في غيرها أنها تتأسى تتسلى تتعزى. تقول الخنساء لما فقدت أخاها صخرة: يذكرني طلوع الشمس صخرة وأذكره لكل مغيب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فالله عز وجل عامل تلك النفوس المؤمنة المطيعة، نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن عزاهم أن الأمر كان لهم يوم بدر، فلما كانت الدولة عليهم يوم أحد أصبح الأمر كفافا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال هرقل في جوابه لأبي سفيان: الحرب سجال. وقد وقف أبو سفيان عند الجبل وقال: يا محمد يوم بيوم بدر والحرب بيننا سجال. فهذا كله مما تقرر عرفا وشرعا وتاريخا، والمراد التذكير بأيام الله جل وعلا في كل آن وحين. وكما يتذكر الإنسان أيام الله جل وعلا في من سلف، لا بد للمؤمن أن يستصحب ويستحضر ويستذكر نعم الله جل وعلا عليه في بلده، في وطنه، في أمنه، في إيمانه، في عافيته، في جسده، في ماله. فهذه نعم أغدق الله بها جل وعلا علينا. ونبي الله سليمان لما رأى نعم الله متمثلة بين يديه قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهذه بعض الوصايا في خاتمة اللقاء يستعين بها المرء ما أمكن بعد عون الله جل وعلا على أن يثبت على الصراط ويبقى على دين الله جل وعلا، ويستصحب القدرة على شكر نعم الله جل وعلا عليه. أعظمها وأجلها إقامة التوحيد في القلب قبل أن تقيمه في نفس غيرك. فلا إله إلا الله كلمة عظيمة جليلة القدر مبنى ومعنى. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال شعيرة من خير، وفي رواية للبخاري: ومثقال شعيرة من إيمان. ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه مثقال برة من خير، والبرة أصغر من الشعيرة. ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من خير. واختلف في تعريف الذرة هنا، قيل إنها صغار النمل، وقيل
أقل ما يمكن أن يوصف. وأيا كان تجد النبي صلى الله عليه وسلم قرن الخير بقول لا إله إلا الله. ومن جميل كلام العلماء قولهم وعلى كل حال، فخلود أهل التوحيد في النار محال. من جميل قول العلماء وعلى كل حال، فخلود أهل التوحيد في النار محال. فإن الله عظم هذه الكلمة مبنى ومعنى، وعظم كل من يؤمن بها ويدين الله عز وجل بها، عظمه الله وحرم جسده أن يبقى خالدا في النار. وجهنم عاذنا الله وإياكم على ضربين: ضرب من أهلها يدخلونها يصبحون حمما تحرق النار منهم، لكن هؤلاء الذين يصبحون حمما يخرجون. وأما من كتب الله له الخلود فيها عياذا بالله فلا يصبح حمما، بل قال الله لا يموت فيها ولا يحيا. وقال جل ذكره عنهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فالوصية الأولى إقامة توحيد الله جل وعلا في القلب، وأن تعظم كل من تعلم عنه أنه يعتقد بلا إله إلا الله. فيفر الإنسان من التكفير، من رمي الناس بالفسق، من رمي الناس بالتبديع. أجل هذه الكلمة في قلوبكم تجل في أعينكم من كان مؤمنا بها أيا كان حال، وإن كان إجلال دون إجلال. الأمر الثاني من الوصايا في قضية الثبات على صراط الله المستقيم النظر في المصحف، النظر في القرآن، التلاوة فيه، وهو بين يديك تقرأه تنظر فيه. فإن هذا إذا خالط بشاشة القلب وأبصر الإنسان المصحف لذلك أثر عظيم على قلب المؤمن. عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يحفظ القرآن، وكان أحد كتبة الوحي، ومع ذلك ينظر كل يوم في القرآن، ولا يكاد القرآن يفارق حجره. فإذا كل قال إني لا أستحيي من الله أن يمر علي يوم لم أتعاهد فيه كلامه. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. والحجاج بن يوسف على ما فيه، لما مات الحجاج كان الحسن البصري قد توارى لا يرى الحجاج 7 سنين، فلما بلغه موت الحجاج قال اللهم كما أمته فأمت سنته. ما معنى أمت سنته؟ أمت الجرأة على سفك الدماء. الحجاج ما عيب بشيء أكثر من أنه كان جريئا على سفك الدماء. ثم سجد، ثم تلا قول الله عز وجل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نقول مع هذا الحجاج كان يختم القرآن كل 7 أيام، يقرأ في اليوم الأول من فاتحة الكتاب إلى آخر الأنعام، ثم يقرأ من الأعراف إلى قول الله عز وجل في سورة الكهف وليتلطف، وهذه يقال إنها منتصف القرآن. ثم يقرأ من الكهف وفي 4 أيام ليس في 7، يتلو القرآن يختم القرآن في 4 أيام. يقرأ في اليوم الأول من فاتحة الكتاب إلى خاتمة الأنعام، وفي اليوم التالي يقرأ من فاتحة الأعراف إلى قول الله عز وجل ولا يشعرن بكم أحدا في آية سورة الكهف. ثم يقرأ الآية التي تليها إلى خاتمة الزمر، إلى خاتمة سورة الزمر وقيل الحمد لله رب العالمين. ثم يقرأ من فاتحة غافر إلى قل أعوذ برب الناس ويختمها كل 4 أيام. ولما كل في القرآن يسأل عن آية استحضرها وهو يريد أن يركب فرسه، لأن أي واحد يقرأ يختم كل 4 أيام يصبح القرآن بالنسبة له كله مثل سورة الفاتحة. ولهذا رزق لما مات على ما صنع أعيد على ظن الناس به، وإن كنت أنا لا أؤمن بكل ما يقال فيه، لكن لا يتحمل في ذمة شيء، ولن يسألني الله عن الحجاج. لكنه لما شعر بدنو الموت قال اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر لي فاغفر لي. وهذا توسل عظيم. وأنا أقول لك
من منة الله عليك إذا أردت أن تعرف منن الله أن يلهمك الله أقوال في خلوتك أو في جلوتك تستدر بها رحمة الله، يوفقك الله جل وعلا لكلمة تستدر بها رحمة الله عليك، تعتقدها في قلبك ثم يجريها الله عز وجل على لسانك. فإن قول الحجاج اللهم إنهم يقولون أي الناس إنك لن تغفر لي فاغفر لي، هذا توسل عظيم. قد علم الحجاج كيف يدعو ربه، ومحال أن يخذل القرآن صاحبه، محال أن يخذل القرآن صاحبه. فالذي نجى الحجاج ونجى غيره ممن تعلمون كان بسبب تعلقه قليلا أو كثيرا بكلام الله. الوصية الثالثة: يحرص أحدكم على أن يتصدق في يومه، لا يخلون يوم من أيامك من أن تضع صدقة في يد أحد ممن يغلب على ظنك أنه محتاج ولو كان فقيرا. ضعها في يده وأنت تستصحب أنها وديعة عند الله يعطيك الله إياها يوم تلقاه. ما الذي ينجم عن هذا العمل؟ هو أصلا لولا أنك تعلم يقينا أنك تلقى الله لما جعلت هذه الوديعة في يد هذا، فإنه من السفه من الجهل أن تجعل وديعة عند أحد أنت تعلم أنك لن تقابله، هذا تضييع للوديعة. لكن عندما كل يوم تتصدق وأنت قد أضمرت في قلبك أن الله يربيها لك كما يربي أحدنا فلوه، وأنك ستلقاها عند الله، هذا من آثاره أنه يزيدك يقينا بلقاء الله. والله لا تنتظر نفوس المؤمنين يوما أجمل في عينيها وأبهج في قلبها من يوم تلقى الله عز وجل فيه. ولا يمكن أن يطيب الموت إلا إذا علم العبد أنه بعد الموت سيلقى رب العالمين جل جلاله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فلقاء الله عز وجل حق لا مرية فيه. لكن من يلقى الله؟ كل أحد سيلقى الله، لكن الناس إذا لقوا ربهم على ضربين: ضرب أعاذنا الله وإياكم يشقى فلا يمكن أن ينعم بعدها أبدا، وآخرون جعلنا الله وإياكم منهم يسعدون فلا يمكن أن يشقوا بعدها أبدا. إن قدماك تسابقك إذا كنت تذهب إلى من تحب من أهل الدنيا، فكيف بالمصير إلى لقاء رب العالمين جل جلاله؟ موسى قد علم أنه لن يرى الله، ومع ذلك قال في الدنيا قال: وعجلت إليك ربي لترضى. والإنسان لا يطلب الموت، هذا ليس من الدين، لكن يستعد للموت. لم يجعل الله عز وجل عبادة أن نموت حتى نلقاه، لأن هذا ليس بأيدينا، لكن جعل في قلوبنا الاستعداد للموت. ولن يستعد للموت إلا أحد قد علم يقينا أنه سيلقى الله. فإن رؤية وجه الله أعظم المطالب وأسنى العطايا وأجل الهبات. ربنا يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا في قول الله إلى ربها ناظرة. أنت عندما ترى شيئا حسنا تمكث أسابيع أيام تحدث من لقيت بذلك المشهد، بذلك المنظر، بذلك الشخص الذي لقيته، لا تكاد تمل، تخبر في كل آن وحين، يمل سامعوك وأنت تعيد فرحا بذلك اللقاء الذي كان، وتقول نظرت إلى، وتسمي الشيء الذي تحبه والشيء الذي تريده، وهو مندرج في المخلوقات. لكن تلك الأعين، تلك الوجوه، تلك الأنفس نعتها ربها بأنها قال ربنا إلى ربها ناظرة جل جلاله. لا أحد له نعمة علينا إلا الله، ولا أحد له فضل علينا إلا الله، ولا خالق لنا إلا الله، ولا رازق لنا إلا الله. ولم
ولم يحيينا أحد إلا الله، ولن يميتنا أحد إلا الله، ولن يبعثنا أحد إلا الله، ونرجو يوم القيامة أن نجد عند ربنا ما تقر به أعيننا. ولله عز وجل أمارات في خلقه، علامات، براهين يبعثها الله، يعيها من يعيها، وتغيب عن من تغيب عنه. الله لا يكرم أحدا في الدنيا كرما دينيا ليخزيه يوم القيامة، الله منزه عن هذا. من الكرامة الدينية أن يجعلك الله في بيت من بيوته، من الكرامة الدينية أن يقيمك الله في الليل تصلي له، من الكرامة الدينية أن يلهمك الله ذكره والناس عنه غافلون، من الكرامة الدينية أن يرزقك الله حنانا برا على والديك، من الكرامة الدينية أن يرزقك الله عدم الظلم لمن تحتك وأنت قادر، لكن تحجبك تمنعك جلال الله، مقام الله، خوفك من الله، فهذه كرامة دينية ليست كرامة دنيوية. والله إذا أعطى عبده في الدنيا كرامة دنيا إنما ليهيئه يوم القيامة لكرامة أكبر، لمقام أعظم، لمنزلة أجل. وهذا كله إذا وجده الإنسان في نفسه يكثر من حمد الله، يعني يثني على الله خيرا. أنتم الآن إذا فرغت الصلاة وخرجتم من المسجد تذكر أين كنت الساعة الماضية، كنت في المسجد، استصعب هذه النعمة، احمد الله، الحمد لله أنني أنا أغدو إلى بيتي، تقول في نفسك وقد كنت خارجا من بيت من بيوت الله. الفرح بنعمة الله، الفرح بالطاعة، الفرح بفضل الله من أعظم قرائن ودلائل وبراهين الإيمان. قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالفرح بنعمة الله بفضله بإحسانه يستوجب بعد ذلك الشكر، فلما تشكر الله يزدك الله هدى على هدى. فالنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت وانطلقت ولم تبقى. ليس المقام مقام إطالة. نسأل الله في ختمة هذا اللقاء أن يغفر لنا جميعا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو به أعلم منا. كما نسأل الله أن يغفر لوالدنا عبد الله بن عبد العزيز مغفرة واسعة، وأن يجزيه عنا جنات النعيم، وأن يجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأشكر حضرة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز على حضوره، وأسأل الله أن يكتب له الأجر، أجر بر والده وأجر الصلاة والذكر قبل كل شيء، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله على محمد وآله. وبعد الأذان إن شاء الله هناك تكريم شيخ ناصر، هناك تكريم إن شاء الله تعالى من قبل مؤسسة الملك عبد الله لبعض الإخوة المتعاونين معها من الجهات والأفراد سيقوم به سمو الأمير وفقه الله، ونرجو البقاء في أمكنتكم بعد رفع الأذان. إن بقي وقت بعد التكريم نجيب على أسئلتكم، والحمد لله رب العالمين.